المنتخب الاخضر، هكذا يلقب المنتخب السعودي. اي بيان سور كي يكونوا ستاد يكون براتيكمون بلان وين غروند بارتي يعاونوا فيك، سي نورمال سا تو موتيف، فهمني، تنكوراجيهم. ولكن لا موتيفاسيون تكلم عليها الحارس تاعهم هو المدرب اللي دارها لهم. المدرب دار لهم تلمو موتيفاهم قبيله. انا على حسب واش فهمت بالعربيه، هو رونار اللي قريب الدمعه كان ماشي اللاعبين. تلمو شافوه راح بعيد راح بعيد لا سي تاكتيك، تكنيك هذيك موتيفاهم بلوك. كما موتيفاهمش بلوك الجوار هذا اللي قاسوا الجارديان بالجول الاخر كان ما يرميش روحه هكذاك، يرمي رجله ولا يسيفيت يشوف مي تالمون موتيفاهم رايحين ما تقطع راسو يروح خلاص شغلهم بوبيناهم راحوا. دونك لي سيبورتور سي اون بون شوز. ولكن تو سا سور لو بلان تاكتيكمون تكلمنا عليها رونار لا في سكيل بونسي اتر بيان لا روسي طون ميو بور لوي. ولكن هنا وين على حساب رايي انا هنا شكون اللي غلط شويه هنا في الارجنتين؟ هنا المدرب تاع الارجنتين اللي حيرني شويه. تغييرات سكالوني كانت عشوائيه، ماشي تغييرات ينجم اسمع تغييرات بارفو يجيبوا النجاح بارفو ما يجيبوش، ما سي الفوتبول. مي وين المدرب هنا اللي فالي يدخل ويهضر مع ميسي ولا مع اللاعبين نو سيراسك 30 كان 1 مينوت يتكلم معهم في لي زاري جو كي خلاص وليت تلفت لهم اللعب ولاو لي زارجونتي يرميو في السماء تما يفالي يدخل قال حبسوا ستوب خاطرش انا طايحين في البياج تاعهم. واش كانوا يحبوا السعوديه؟ يحبوا كي ترمي لي بال في السماء وهما يزيتي فولونتير وكل شيء. المنتخب السعودي الذي لم ينتظره أحد، تقريبا الكل 99.99% من الجماهير في العالم رشحت الأرجنتين للفوز على المنتخب السعودي. هنالك من رشح علي بن شيخ المنتخب الأرجنتيني حتى للفوز بنتيجة ثقيلة أمام منتخب سعودي تقريبا غير معروف على الساحة العالمية. مبارياته في كأس العالم الأخيرة كانت لقى فيها نتائج ثقيلة، فقط في المباراة الأخيرة أمام المنتخب المصري في 2018 كان فاز. اليوم المنتخب السعودي يحقق الإنجاز ويهزم الأرجنتين المرشح الأول للفوز باللقب. لا ما تنجمش تقول العربية السعودية راحت تونكيسي ولا الفا بيردر افيك ان سكور لور. ما نجمش واحد يبريفوا صح، غير ربي اللي يعلم بالغيب. تمد الارجنتين تربح وي سي لا لوجيك دي فوتبول تقول هكذا، ولكن الفوتبول لا بوتي دي فوتبول فيه لي سيربريز، وانا شفنا هاد لا سيربريز تاع السعوديه ربحوا الارجنتين. انا واش عجبني في السعوديه دوبوي السعوديه البارح بداوا الفوتبول ايزون كومبري، حبوا بلادهم تتطور في كره القدم، ايزون كونستروي لي انفراستركتور ما شاء الله في توب، جابوا مدربين في المستوى عالمي باش الكره هذه ال سو ديفلوب. اليوم تلحق 2020 دوكا نضرب وقتاش كريا والفوتبول دركا ماهيش طويله. اليوم تشوف العربيه السعوديه كونتر الارجنتين يا نت بروغريسيون فريمون بروغريساو انورميمون بارابور لي بي دو غولف. دونك سي اون افونسي اكستراوردينير. بيان سور اون دور دو تو سا جابوا ان اونترينور اللي يعرف لافريك، يعرف العرب كاش يخدموا، يعرف يخدم في وين راح يلافيد دي ريزولتا. راح لا زومبي والو حكمهم في وسط الطريق بصح دا لا كوب دافريك، راح وين كان كوت ديفوار ايضا فاز بكاس افريقيا. كوت ديفوار كيف راح المروك خد المنتخب المغربي الى كاس العالم في 2018 واليوم في المنتخب السعودي حقق انجاز. دونك تشوف لا توش تاع اونترينور، ماشي قال يجي اونترينور هكذا، باسكو اونترينور لازم تشوف اللمسه تاعو لا توش تكون ميم يلعب للور ولا سي سا مانيير دو جوي بور ايسي دو ريوسير. شفناه بلي فاس على الارجنتين دار اون مانيير دو جوي باش نكونتريو هاد الارجنتين ونجح فيها. ولهذا المسؤولين تاع السعوديه كي خطوا باش يديروا الفوتبول في بلادهم داروا احتراف تاع الصح.
لاعبيه من اجل تحقيق مفاجاه كبرى لحد الان بالفوز على المنتخب الارجنتيني. تحس ان اللاعبين السعوديين حابين يرجعوا الجميل للمدرب تاعهم. لا مانيير اللي كان يتكلم بها التحفيز، قال لك جاونا دموع شغل بكانه. يافي اون تري فورت ايموسيون ميدو في لو ديسكور دو موتيفاسيون اللي داروا ايرفي رونار قبل المباراه. شوف يقول لك يعني هاو مدرب معنا هنا ويعرف هذا الشيء. يقول لك لا دوزيام ميتون سي بور لي زونترينور اي اون لا فيريفي اوجوردي. شفنا الشوط الاول بين الارجنتين والسعوديه، شفنا كانت سيطره شبه مطلقه للارجنتين. داير سجلوا جوج هدفين نحاهم الفار، لكن في الشوط الثاني غير الاستراتيجي تاعو ايرفي رونار، غير استراتيجي، وهذيك استراتيجي جابت ثمارها لانه شاف درس نقاط الضعف تاع الارجنتين في الشوط الاول ميدو. شوف الهدف الثاني نظن رايح يخرج بارمي توب 5 تاع لي بيور بي دو لا كوب دي موند. نعم، هدف كيفاش سالم الدوسري كيفاش تلاعب بالدفاع تاع الارجنتيني. تقوشي راهو يلعب مع اون ايكيب دو دوزيام ديفيزيون. كيفاش لو كونترول لونشينمون لا فيكساسيون اي لونرولمون دو لا بال. Ça, c'est un but très technique. لكن هذا ما ينقش كما تفضلت وقلت من قيمة الأرجنتين، لأنها مباراة أولى. أنا شفنا في 90 الأرجنتين في المباراة الأولى أمام الكاميرون عندما انهزم بهدف مقابل 0 بهدف رائع تاع أومامبيك بالدماغ. إلى حد الآن مازال يتيديو فيه كيفاش ماركاه أومامبيك. سي فو رابلي لا تيت تاع أومامبيك جات مارش اريير وضربها له في الارض. بصح تماك الارجنتين الا تيري لو لوسون دو سيت ديفات، ومن بعد راحت ربحت اليو ار اس اس ليكس يو ار اس اس 2-0 ودارت النول مع لا روماني وجازت الدوزيام تور. ومن بعد دوزيام تور ربحت البرازيل. المنتخب الارجنتيني في مشاركاته في كاس العالم يحب الصعوبات، ما يحبش يتاهل بسهوله في كل مره. حتى في 2018 رشيد عباد المنتخب الارجنتيني تعادل في المباراه الاولى امام ايسلندا، خسر 3-0 امام كرواتيا في المباراه الثانيه، وفاز بهدفين مقابل هدف امام نيجيريا بهدف روخو في اللحظات الاخيره باش تاهل ومشى للدور الثاني وقدم افضل مباراه له، لكن خسر امام المنتخب امام فرنسا. لا الكبار لا شاهدت من فريق الايطالي. Allez, si tu te rappelles, la grande équipe d'Italie, elle commence toujours معنا في ال 82 كانت بريسك رايحه تيليمينا في 82. كيما نقولوا بهذيك الكلمه زلق نكونوا يا اخي ماركا غراتزياني واقيلا بدماغ. زلق نكونوا في البيت تاع مع الايطالي. جازوا الدوزيام تور ومن بعد داو لا كوب دي موند. يعني اسبانيا ايضا في 2010 خسر المباراه الاولى. يعني شوف المباراه الاولى ماشي معيار باش نقدروا نقولوا فريق قصيه ولا اليوم زعما اون فا اونتيري لارجنتين ولا نو. هذه غير مباراه اولى ومازال مباريات يعني شكرا رشيد.